اهلا بيكم يا شباب ويا بنات بريب 1. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. يونت 3 يا صديقي، الجيومتري يا صديقي، عقدتك يا صديقي، ما تقلقش يا صديقي. كل حاجه ان شاء الله سهله موت موت موت، وباذن الله كله هيتظبط وكله هيتلم وكله هيتلم بسهوله. عايزك بس يا صديقي من فضلك، القوانين محتاجه ان هي تبقى معاك وقدامك. استاذنك كل ما اقول قانون اكتب، ولا نكتبهم كلهم مع بعض؟ تعال نكتبهم كلهم مع بعض. اول درس كان بيتكلم عن الارياز. الارياز يا صديقي اهو الوايت بورد اهي، استاذنك نجيب واحده جديده. يلا بينا. اول شكل كان عندنا كان اسمه السكوير. السكوير يا مستر كان عنده قانونين، اريا ايكوال سايد باور 2 او الاريا ايكوال هاف باي دايجونال باور 2. ده القانون الاول. بعد كده كان عندنا ريكتانجل، ده خدناه زمان، الاريا بتاعته لينس باي ويدز. كمان كان عندنا الرومبس. الرومبس كان ايه؟ كان هاف باي دايجونال باور 2. اخر شكل كان عندنا كان اسمه ترابيزيوم او الترابيزويد، ممكن يكون السبيلنج غلط مش مشكله. هاف باي L1 بلس L2 باي الهايت. دول اسمهم parallel bases. parallel bases، وده اسمه هايت. احب اعمل برضو ماجيك تراينجل كده لكل واحده منهم. وعلى فكره الرومبس كمان في سايد باي هايت، عشان نسيت اقول القانون ده. ادي هاف باي ايه؟ لا مش هينفع نعمل هنا تو سبيسز، المفروض سبيس واحده بس. ها، هاف باي دايجونال باور 2 دي الاريا. هنا لينس باي ويدز. هنا ممكن نعمل اللي هو سايد باي هايت. وهنا على فكره في قانون تاني برضو اسمه ميدل بيز باي هايت. ميدل بيز باي الهايت، ممكن نعمل له ماجيك تراينجل اهو، ميدل بيز باي هايت. وهنا دي الاريا بتاعت الترابيزيوم. هنا لو حبيت اعمل ماجيك تراينجل هعمل هاف واحط L1 بلس L2 مع بعض جوه براكت واحد، وهنا الهايت وهنا مين؟ الاريا. اوكي يلا بينا. خد سكرين شوت لورقه القوانين بتاعت اول درس. ماشي، نعمل ورقه جديده. كان عندنا حاجه اسمها الريفليكشن. ريفليكشن اباوت الاكس، هثبت الاكس واغير الواي. طيب ريفليكشن اباوت الواي، هثبت الواي واغير الاكس. دي كده الريفليكشن. الترانسليشن دي على حسب الرول. يعني ايه على حسب الرول؟ يعني انت مثلا لو عندك 3 ونيجاتيف 2 يبقى هتبلص 3 وتماينس 2، او ممكن تكتب كده اكس بلس 3 او واي ماينس 2. ساعتها هتاخد الرقم بتاعك بلس 3 والرقم بتاعك ماينس 2. ده كده الترانسليشن. باقي بقى الايه؟ الروتيشن. الروتيشن يا حبيب قلبي شويه قوانين محتاج تحفظها. اول حاجه اوريجين بوينت و90 او اوريجين بوينت ونيجاتيف 270. بتعمل ايه؟ بتبدل وتغير الاولاني. دي معناها انك هتبدل، والمربع ده معناه انك هتغير الاولاني. طب روتيشن اباوت الاوريجين والنيجاتيف 90 او الاوريجين والنيجاتيف 270 هتعمل ايه؟ هتبدل وتغير التاني. طيب الاوريجين بوينت وال180 ان كان بقى بالبلس او بالماينس مش هتبدل، هتغير على طول الاثنين. هتغير الاثنين. اما الاوريجين وال360 مش هتعمل اي حاجه. مش هتعمل اي حاجه. يلا بينا نبدا دلوقتي بقى مع بعض. خدها سكرين شوت برضو، انا بعدت اهو خالص عن الكادر. اوكي يلا بينا نبدا مع بعضينا. اول مساله. The area of the rhombus equal كذا. مستر area of the rhombus equal ايه؟ half by diagonal power 2. الاريا هو اداها لك ب 100 وادي الهاف. الدياجونال هو ما اداهالكش. حل دي كانها ايكويشن. انت بتعرف انت ايه اللي انا كاتبه ده يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا البدايه اللي زي الطين دي يا اخوانا؟ انا غلط يا اخواتي. ده اريا اوف ذا رومبس. انا اسف ثانيه واحده.
المفروض هاف باي دايجونال 1 باي دايجونال 2. ماشي؟ هاف باي دايجونال 1 باي دايجونال 2. هو عاوز مين؟ هو عاوز البرودكت اوف ذا دايجونالز، هو عاوز دوت. يبقى انا محتاج اتخلص من مين بس؟ من الهاف. الهاف يروح الناحيه الثانيه بالديفايدد. هاف ديفايدد ايه؟ 100 ديفايدد هاف diagonal 1 by diagonal 2 equal half 100 divided half. اعملها بالكالكليتر تطلع 200. مالي ثانيه واحده. مش هتلخبط تاني، وعد بجد وعد. يلا ركز معايا. ترابيزيوم ادالك ال L1 وال L2 وادالك الهايت. عاوزك تحسب اريا ايكوال هاف L1 بلس L2 باي الهايت. يلا نستخدم القانون. هاف ملتبلاي ال L1 ب 8 بلس ال L2 ب 10 ملتبلاي الهايت اللي هي 5.4. يلا نحسب. طلعت يا حبيب قلبي 48.6. طلعت ايه؟ 48.6. يلا اللي بعده. اريا اوف ايه؟ رومبس. اريا اوف ايه؟ رومبس. الاريا بتاعت الرومبس ايكوال هاف باي diagonal 1 باي diagonal 2. يلا بينا. يبقى هاف ملتبلاي 7 ملتبلاي 8. يلا بينا نحسب. تطلع 0، يبقى تطلع 28. تطلع كام؟ 28. هو كان عاوز الاريا بتاعت الرومبس. يلا سكوير والدايجونال بكده. يا سلام سلم. اريا ايكوال هاف باي دايجونال باور 2. يبقى هاف باي الدايجونال ب 12، يبقى هاف باي 12 باور 2. تطلع 60 حاجه او 72 تقريبا. هاف باي 12 باور 2 تطلع 72. تطلع كام؟ 72. سكوير البريمتر بتاعته 16. سوري الاريا بتاعته 16. هو الاريا ايكوال ايه؟ سايد باي سايد. ماشي. كام باي كام يديك 16؟ او بلاش، مش الاريا ايكوال سايد باور 2؟ الاريا ب 16 وانا عاوز اجيب السايد، يبقى محتاج اتخلص من الباور. الباور يروح بالروت، يبقى السايد ايكوال روت ال 16. يبقى السايد ب 4 ودي 4 ودي 4 ودي 4. هو عاوز البريمتر. البريمتر هو sum of all sides او side by 4 او side by 4. يبقى 4 by 4 تطلع برضو الاجابه كام؟ صدفه ان الاريا تكون زي البريمتر. صدقني صدفه. الاجابه 16. يلا الميدل بيز ب 10 والهايت ب 3. يا سلام. الاريا بتاعت الترابيزيوم هي عباره عن الميدل بيز ملتبلاي الهايت. يلا بينا. الميدل بيز ايكوال 10 والهايت ب 3. 10 باي 3 تبقى ايكوال 30 سنتيمتر سكوير. بس خلاص 30 سنتيمتر سكوير اهي. يلا بينا اللي بعدها. الرومبس السايد ب 8 والهايت. يا سلام. الاريا ايكوال سايد باي هايت. يعني 8 ملتبلاي 6 تطلع الاجابه 48. فين الاجابه؟ فين الاجابه يا اخواتي؟ ايوه صح 48. وانا ليه شفت ايه العبط اللي انا عملته ده؟ يا جماعه انا اسف، انا شفتها 28 فكنت رايح اختار حاجه تانية. كده باين ان انا اخترتها. ما هذا الهراء. يلا بينا. ترابيزيوم حافظ القانون بتاعه؟ هاف. ممكن اكتبه في ماجيك ترينجل. اريا ايكوال هاف L1 بلس L2 مع بعض هنا وهنا هايت. ماشي؟ ركز معايا كويس قوي. هو ادالك الاريا ب 80 وادالك الهايت بكام؟ ب 10. ممكن استاذنك تجيب دوت حط ايدك عليه، يبقى اريا اوفر هاف باي هايت.
يبقى L1 بلس L2 equal area over half by height. يبقى L1 بلس L2 equal الاريا بكام؟ الاريا ب 80 over half multiply الهايت اللي هو كام؟ 10. يبقى 80 divided تطلع 16. يبقى L1 بلس L2 equal كام؟ 16. طب انت معاك واحد منهم اهو 4، يعني L1 بلس 4 equal 16. بس خلاص هنطرد ده الناحيه الثانيه، يبقى L1 equal 12 لان انا وديتها بالماينس. 16 ماينس 4 تطلع ب 12. صديقي انا بحل المساله، على فكره دي اخطر مساله في الترابيزيوم، دي اخطر مساله في الترابيزيوم. بعمل ماجيك تريانجل، اخبي دوت، جبت اريا اوفر هاف هايت، حسبته طلع 16 وديت ال الثاني بالايه؟ بالماينس. بس كده بس كده. يلا نشوف اللي بعده. عندي رومبس البريمتر بتاعه ب 20، البريمتر بتاعته ب 20، ال 20 متقسمه على 4 سايدات قد بعض. يعني لو عملت ده ديفايدد 4 طلع ب 5، جبت السايد كل سايد ب 5 وهو ادالك الهايت ب 9. بس خلاص الاريا ايكوال سايد باي هايت. يبقى السايد اللي هو 5 والهايت اللي هو 9، 5 باي 9 تطلع 45. موجوده في الاختيارات اهي. سهله موت سهله موت. الرومبس البريمتر بتاعته ايه؟ ماشي. الدرس الثاني بيقول لك لازم عشان ترسم اكسس اوف سيمتري لازم الفتحه بتاعت الكومباس تكون اكبر من النص. ففتحه الكومباس كانت ايه؟ كان اسمها بي سي، دي فتحه الكومباس. هل موجوده؟ لا، موجود زيها اي سي. يبقى لازم الاي سي يكون اكبر من نص الاي، اكبر من الاي اي او نص الاي بي. يعني الاجابه هتكون اكبر من نص الاي بي او اكبر من الاي اي. يا ترى مين منهم موجود في الاختيارات؟ نص الاي بي اهو، لا دي اصغر، نص الاي بي. يا جماعه تاني، احنا لما كنا بنرسم اكس اوف سيمتري كنا بنعمل ايه؟ كنا بنشوف ده كام، وليكن مثلا 5، افتح الكومباس اكتر من نصه. يعني مثلا نصه كام؟ 2 اند هاف، يبقى افتحه ب 3. طب لو الخط ده مثلا كان 6 يبقى افتح الكومباس اكتر من 3. ده اللي حصل، ان انا فتحت الكومباس اكتر من نص الاي بي. سؤال غريب قوي بصراحه. ريفليكشن اباوت الاكس، ثبت اكس وغير واي. ريفليكشن اباوت الاكس، ثبت اكس وغير واي. سهله موت. الريفيجن دي هتخلص بسرعه قوي. ريفليكشن اباوت الواي، ثبت الواي وغير الاكس. ريفليكشن اباوت الواي، ثبت الواي وغير الاكس. ريفليكشن اباوت الاكس followed by ريفليكشن اباوت الواي. هعمل عمليه. ريفليكشن اباوت الاكس، حاضر هثبت الاكس واغير الواي. ريفليكشن اباوت الواي، حاضر هثبت الواي واغير الاكس. نيجاتيف 4 و 3. فولويد يعني بعدها، بعد ما تخلص كمل. يلا ريفليكشن اباوت الاكس followed by ريفليكشن اباوت الاكس تاني، ولا كانك عملت حاجه. هو ايه اللي ريفليكشن اباوت الاكس، ريفليكشن اباوت الاكس، ولا كانك عملت حاجه. حاضر، يبقى نفس الاجابه بالظبط. عايز اثبتها لك؟ حاضر يلا بينا. ريفليكشن اباوت الاكس، ثبت اكس وغير واي. ريفليكشن اباوت الاكس، ثبت اكس وغير واي. رجعت تاني لنفس الاجابه بالظبط. ريفليكشن اباوت الاكس، ترانسليشن. هناخد الرقم الاول ماينس الرقم ليه ماينس؟ عشان هو نيجاتيف، يعني اكتب كده 3 ماينس 4. وهاخد الرقم الثاني مع الرقم الثاني، فهكتب 4 ماينس 2. تطلع نيجاتيف 1 و 2. هي موجوده في الاختيارات اهي، نيجاتيف 1 و 2. ترانسليشن الاول مع الاول والثاني مع الثاني. يلا ترانسليشن تاني، هاخد ال1 مع النيجاتيف 2 يبقى 1 ماينس 2. وبعد كده هاخد ال3 بلس ال1. ليه عملت بلس؟ عشان هو بالبوزيتيف. تطلع نيجاتيف 1 و4. يا جماعه بجد يعني الشابتر ده سهل قوي. الجيومتري الترم ده اسهل بكتير من الترم الاولاني. يلا ترانسليشن،
اهو بيقول لك اعمل بلس 2 يبقى 3 بلس ال 2 دي اول حاجه، وبعد كده 5 ماينس ال 3. 3 بلس 2 تبقى 5 و5 ماينس ال 3 تبقى 2، يبقى الاجابه 5 و2 اهي. تحفه تحفه بجد وسهل قوي، وحرفيا ما فيهوش اي حاجه اصلا فيها فكر يعني. بيقول لك اعمل لي 2 ترانسليشن. اعمل لي 2 ترانسليشن. نيجاتيف 1 مع ال1 الاول، حاضر. نيجاتيف 1 بلس 1 و0 بلس 0 و0 بلس 0 يطلع 0 و0. كمل. اعمل لي بقى ترانسليشن تاني، خد لي الزيرو مع ال2 وخد لي الزيرو مع النيجاتيف 3 تطلع 2 ونيجاتيف 3. حد خد باله انا عملت ايه؟ انا عملت ترانسليشن خلصته وعملت ترانسليشن تاني على الاجابه اللي طلعت لي. ترانسليشن فولود باي ترانسليشن. حاسس ان الموضوع سهل قوي. يلا اهو برضو اتنين ترانسليشن. اشتغل الاول بده، يلا بينا. يبقى نيجاتيف 2 بلس 2، حاضر. نيجاتيف 2 بلس 2 وبعد كده 0 مع ال1، 0 بلس 1. هات الاجابه، طلعت 0 و1. خلصت. اعمل لها بقى ترانسليشن تاني اهو. اهو بكام وكام؟ ب2 و1. الزيرو مع ال2 تبقى 2 وال1 مع ال1 تبقى برضو 2. الاجابه 2 و2. خلصت الترانسليشن اول مره، كمل لي، اعمل لي فولود باي. يلا بيقول لك انا عايز اعمل ترانسليشن 5 يونتس في النيجاتيف دايركشن اوف الاكس، يعني هماينس 5 من الاكس. حاضر اهو، هماينس 5 من الاكس والواي زي ما هي، يبقى 0 ونيجاتيف 2. يا جماعه بجد سهل قوي، سهل قوي 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 قوي، ما فيهوش اي حاجه. يلا روتيشن اوريجين و90. هبدل واغير الاولاني. حاضر، هبدل الاول اخليها 3 و1 واغير الاولاني، يبقى نيجاتيف 3 و1. 180 مش هبدل، هغير الاثنين على طول. يبقى بدل ما نيجاتيف 2 هتبقى 2، بدل ما 1 تبقى نيجاتيف 1. فين؟ اهي. مش هبدل، هغير الاثنين على طول. طيب بص بقى، هو هنا ما بدلش، غير الاثنين، ال2 خلاها نيجاتيف 2 والنيجاتيف 6 خلاها 6، يبقى هو كده اكيد عمل 180 لان هو ما بدلش، غير الاثنين على طول. طالما غيرت الاثنين على طول يبقى 180. يلا تاني، ها، بدل وغير التاني. بص عمل ايه؟ بدل اهو، بدلهم وراح مغير التاني. طالما بدلت وغيرت التاني يبقى دي حاجه من حاجتين، يا اوريجين بوينت ونيجاتيف 90 يا اوريجين بوينت و270. انهي واحده منهم موجوده في الاختيارات؟ اهي، اوريجين بوينت ونيجاتيف 90. هي ليه الاجابه الموجوده مرتين؟ الاجابه موجوده مرتين يا اخواتي، حاجه غريبه جدا. يلا نرجع تاني للاريات. عايز اريا اوف ترابيزيوم هاف L1 بلس L2 باي هايت. ممكن اشرب معلش؟ مديني ارقام يلا. الباراليل بيزز اللي هم دول، والهايت اللي هو كام؟ 5. يلا هحسب هاف ملتبلاي 7 بلس 9 كل ده باي 5. طلعت الاجابه 40. 40 ايه؟ سنتيمتر سكوير. سنتيمتر سكوير. الترابيزيوم its area equal كذا with two parallel bases 4 and يعني ماجيك تراينجل. ها ادي الاريا وادي الهاف ودي L1 بلس L2 وهنا الهايت. يلا بينا. هو عاوز الهايت، يا سلام. يبقى الهايت ايكوال اريا اوفر هاف وافتح براكت L1 بلس L2. يلا نستخدم الارقام. الاريا ب 175 وهنا الهاف وافتح براكت واقول ان 2 باراليل بيزز 14 و21. يلا بينا نحسب. 175 كل ده اوفر هاف ملتبلاي افتح براكت 14 بلس 2. طلعت الاجابه 21. انا اسف 21. طلعت الاجابه 10 سنتيمتر.
ليه ما حطيتهاش سنتيمتر سكوير؟ عشان ده هايت. امتى تحط سنتيمتر سكوير؟ لو هي اريا. اوكي اوكي اوكي. which is greater in area؟ مين اكبر في الاريا يا ترى؟ سكوير الدياجونال بتاعته 10، فساعتها الاريا ايكوال هاف باي 10 باور 2 اللي هي دياجونال باور 2، فساعتها تطلع 50 سنتيمتر سكوير. ولا ترابيزيوم، وانت عارف ان الترابيزيوم هاف ملتبلاي L1 بلس L2 باي الهايت، يبقى هاف ملتبلاي ال L1 اللي هي 10، لا انا اسف 6 و8، استنوا همسح 6 و8، لا عايز قلم ده، 6 بلس ال 8 كل ده ملتبلاي 12. اوكي 6 بلس 8 هاف ملتبلاي 6 بلس 8 كل ده ملتبلاي 12. طلعت الإجابة 84. يا سلام، مين أكبر؟ which is greater؟ trapezium is greater. trapezium is greater. هل أنا حسبت حاجة غلط؟ استنى يا جماعة أتأكد، علشان أنا بس إيه أوقات بتلخبط في الحسابات. 84. طب هناك هاف باي 10 سكوير، مظبوط. اوكي اللي بعده. طبعا هو احنا دلوقتي الشغل كله رسم، الشغل كله رسم. طب انا مش هعرف ارسم على السمارت بورد قوي، بس هتلاقيني بقول لك ايه، هتلاقيني بقول لك الخطوات. فانت لو عاوز تتعلم الرسم كويس، طبعا انا منزل فيديوز 3 فيديوز كده اهو برسم فيهم باستخدام الايه، باستخدام التولز. فاستاذنك بس تخليك معايا عشان هقول لك الفكره. طبعا هو هنا ده 5، فانت هتجيب مسطرتك وقلمك الرصاص وترسم خط 5 سنتيمتر. بعد كده تجيب البروتراكتور، عارفها اللي هي المنقله، تحطها هنا، وبعد كده تفضل تمشي معاها لحد ما توصل ل 50 وتعمل علامه، وبعد كده توصل خط كده اهو. وبعد كده تجيب الناحيه الثانيه البروتراكتور تاني، بس تمشي بقى على الترقيم اللي هنا لحد ما تجيب ل 60 وتعمل علامه وتروح عامل خط كده اهو. وبعدين ولا اي حاجه، احنا كده رسمنا التراينجل. لو حبينا بقى ايه بعد ما بنرسمه بنحط بقى البيانات، بنكتب مثلا هنا ايه الانجل دي 60 وبدي بي، وبنعمل الانجل هنا دي 50 ودي سي، وبنجيب الانجل الثالثه بكام؟ 180 ماينس 50 بلس 60 تطلع 70. هو بيقول لك بقى تفتكر التراينجل ده according to each sides هتبقى ايه؟ ولا واحد فيهم هيبقى قد التاني. هتقيس ده وهتقيس ده وهتقيس ده هتلاقيهم الثلاثه مختلفين. يبقى حاجه اسمها سكالين تراينجل، سكالين تراينجل، لان ولا سايد فيهم قد التاني. ماشي، بيقول لك ارسم لي تراينجل 5 و5 و6. تعال نبدا بال6. بتجيب مسطرتك وقلمك الرصاص وتروح عامل ايه؟ وتروح حاطط 6 سنتيمتر وتكتب هنا اكس وواي و6 سنتيمتر. بعد كده بتجيب البرجل اللي هو الكومباس وتفتح الفتحه على 5 وتثبتها على 5. حط 0 و5، تحط السن هنا مره وتعمل ارك، وتحط السن هنا مره وتعمل ارك. هيتقابلوا هما الاثنين في حته واحده بس، يبقى ده التراينجل بتاعك اكس واي وده زد. ده بقى 5 سنتيمتر وده بقى 5 سنتيمتر. بعد كده بقول لك ايه، شايف الانجل اللي اسمها واي دي؟ اعمل لها ايه؟ اعمل لها بايسكت ولا لا؟ زين بايسكت البوس. ده ايه الشغلانه المرور دي؟ بص، اول رسمه في الرسومات انك بتعمل بايسكت. ازاي؟ بتحط السن هنا وتعمل ارك كده، وتحط السن هنا وتعمل ارك كده، تحط السن هنا وتعمل ارك كده، وتوصل الخط ده كده. تجيب لون مختلف تاني، تحط السن هنا وتعمل ارك كده، تحط السن هنا وتعمل ارك كده، تحط السن هنا وتعمل ارك كده. هتلاقيهم عملوا ايه؟ عملوا بايسكتور تاني. هو بقى بيقول لك لما هيتقابلوا هنا في النقطه اسمها ام، هل الام اكس دي الحته دي قد الام واي؟ هتبقى قد بعض بالظبط، هتبقى قد بعض بالظبط. جربها هتلاقيها ظابطه بالظبط. انا بقول لك الفكره، لكن الرسومات مش هعرف ارسمها معاك هنا. بيقول لك انا عايز ارسم ايكولاترال تراينجل كله ب4. يا سلام، هرسم الاول 4 بالمسطره واكتب دي اي وبي، 4 بالمسطره. وبعد كده افتح الكومباس على 4 واعمل ارك، لان انا حطيت السن هنا وحطيت السن هنا وعملت ارك تاني يتقابلوا في النقطه دي. فبس كده خلاص. اوعى تمسح الاركس، اوعى تمسح الاركس، اوعى تمسح الاركس. انا بقول اهو الاركس دي بتاكد للي بيصحح ان انت حليت بالايه؟ بالستبس. يلا تاني، هترسم خط اسمه اي بي.
بالمسطره ب 5 سنتيمتر. بعد كده تفتح الكومباس مره على 4 عشان وتحط السن هنا وتعمل 4. وبعد كده تحط الكومباس عند الاي وتفتح 3 وتعمل علامه كده اهو وتوصل دول ببعض. هتلاقي دي 3 ودي 4 والنقطه دي سماها سي. اوكي، مفيش اي حاجه في الرسومات، انا زهقت من الرسومات. بيقول لك لو سمحت اعمل لي خط اسمه اي بي. حاضر، ادي اي بي طوله 7 سنتيمتر بالمسطره والقلم الرصاص. بعد كده طوله 7 نصه كام؟ 3 اند هاف. افتح فتحه اكتر من النص. النص 3 اند هاف، افتح فتحه 4 ماشي، وحط السن هنا واعمل ارك كده وارك كده. وبعد كده تاني حط السن هنا، ما تغيرش الفتحه، واعمل ارك كده وارك كده. هتلاقيهم اتقابلوا مرتين، مره هنا ومره هنا. هتجيب مسطرتك وقلمك الرصاص وتوصل الخط ده ببعضه كده. هتكتشف ان احنا قسمنا الخط ده. هتكتشف ان دي 3 اند هاف تكتشف ان دي 3 اند هاف ودي 3 اند هاف. ماشي؟ دي الخطوات بتاعت ان انا اعمل بايسكت. ماشي؟ عايزين نعمل بايسكت الانجل. هجيب مسطره وقلم رصاص واعمل خط كده، واجيب البروتراكتور واحطها هنا اهو. القلم ده خطه تخين قوي. واعمل انجل كام؟ 60. 0 10 20 30 40 50 60 واروح عامل علامه. وبعد ما اخلص العلامه اروح شايل البروتراكتور. وبعد كده اوصل الخط ده ببعضه. كده انا عملت انجل كام؟ 60. اوكي؟ وبعد كده تجيب سن البروتراكتور. انا اسف ان انا مسحت. بعد كده تجيب البروتراكتور تحط السن هنا وتعمل ارك كده. بعد كده تحط السن هنا وتعمل ارك كده. بعد كده تحط السن هنا وتعمل ارك كده. هتلاقيهم اتقابلوا في نقطه واحده. هتكتشف ان دي 30 ديجري ودي 30 ديجري. برضو بقول الافكار بس مش هعرف ارسم على البورد. ممكن بقى نعدي لو سمحت موضوع الرسم ده عشان انا مش هعرف ارسم تاني على البورد. هي تعالى عندنا طلعه. ارسم A B C. ها سهله جدا هعرف ارسمها. الاي بكام وكام؟ 2 0 والبي ب 4 1 والسي ب 1 و 3. حاضر يا مستر، عينيا. اول حاجه انا ببدا من هنا. امشي الاول 2 وبعد كده ما اطلعش. ادي اول نقطه هسميها A. بعد كده امشي 4 حاضر واطلع 1 حاضر اهو يا مستر. حضرتك بتزعق لي ليه؟ طيب بالراحه عليا يا مستر عشان بخاف. بعد كده كام وكام؟ 1 و 3. 1 واطلع 3 اهو. وبعد كده اجيب المسطره بتاعتي واعمل ايه؟ اوصل. رسمت التريانجولا. بعد كده هنعمل ريفليكشن اباوت الواي. ها ثبت واي غير اكس. ريفليكشن اباوت الواي. ها ثبت واي وغير اكس. ها ثبت الواي وغير الاكس. حاضر. ثبت الواي حاضر وغير الاكس. حاضر صدقني يا مستر. ثبت الواي حاضر وغير الاكس. يلا نرسم بقى. نرسمها بالايه؟ بالازرق. نيجاتيف 2 و0. نيجاتيف 2 و0 ادي كده دي الايه داش. بعد كده نيجاتيف 4 و1 حاضر. نيجاتيف 4 واطلع 1 دي البي داش. اخر حاجه نيجاتيف 1 و3. نيجاتيف 1 ريفليكشن اباوت الواي اهو. حصل ريفليكشن اباوت الواي. ادي الواي اهو. ريفليكشن اباوت الواي. يلا تاني نرسم. بصوا اول حاجه نرسم اللي موجود. 2 واطلع 4 حاضر اهو. ادي الاي. 1 1 امشي 1 واطلع 1 حاضر دي البي. وبعد كده سي 4 واطلع 1 ماشي زي الفل. هو ده التراينجل بتاعي. عايز اعمل الاول ريفليكشن اباوت مين؟ الاكس. ثبت اكس وغير واي. ثبت اكس وغير واي. ثبت اكس وغير واي. ها 2 ونيجاتيف 4 1 يا ساتر يا رب الشاشه علقت يا رب. ادوها فرصه تاخد نفسها عشان هي تعبت. نستغل الموقف ونشرب بق ميه. تشرب يا صديقي؟ لا اشديك. يلا 4 احنا بنثبت اكس وغير واي. ها بعد كده نثبت اكس وغير واي. ها ثبت اكس وغير واي.
ممكن نرسمها بقى بلون مختلف وليكن بالموف. يلا 2 فين 2 2 ونيجاتيف 4 اهي دي الاي داش. بعد كده 1 ونيجاتيف 1 دي البي داش. اخر حاجه 4 ونيجاتيف 1 بس كده خلاص دي السي داش. وصلت ببعض كده انا عملت ريفليكشن اباوت ايه؟ الاكس. لو سمحت يا صديقي كمل. يعني ايه اكمل؟ فولود باي ريفليكشن اباوت الواي. هجيب ايه دبل داش والبي دبل داش والسي دبل داش. يلا 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 يلا. ها هنشتغل على دول بقى. ها خلي بالك دول. ثبت واي اهي وغير اكس. حاضر. ثبت واي. حاضر. وغير اكس. حاضر. ثبت واي. حاضر. وغير اكس. حاضر جدا. يلا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 اهي دبل داش. وبعد كده نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 اهي دي بي دبل داش. واخر حاجه نيجاتيف 4 ونيجاتيف 1 ادي السي دبل داش. كده انا عملت 3 رسومات. اول حاجه ريفليكشن اباوت الاكس، بعد كده كملنا ريفليكشن اباوت الواي. زهقت بس تمام. يلا زهقت بس تمام. نعملها دي كمان هي نفس الفكره بس سهله عشان دي ريفليكشن اباوت الاكس. نعملها وخلاص. نيجاتيف 3 و2 نيجاتيف 3 واطلع 2 يبقى كده دي الايه 0 2 حاضر ادي البي اهي. وبعد كده 2 فين 2 2 واطلع 4 هنا كده سي. يا ساتر يا رب ترينجل شكله غريب. اوكي 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 يلا نعمل ريفليكشن اباوت الاكس. ثبت اكس وغير واي. ثبت اكس يا ساتر يا رب القلم ده ضخم قوي. ثبت اكس وغير واي دي الاي داش. طب البي داش ثبت اكس وغير واي. حاضر. والسي داش ثبت اكس وغير واي. نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 هنا كده دي الاي داش. بعد كده 0 و2 0 ونيجاتيف 2 دي البي داش. واخر حاجه 2 وانزل نيجاتيف 4 ادي السي داش. اوصل دول ببعض. حصل ريفليكشن اباوت الاكس. ادي الاكس اهو ريفليكشن اباوت الاكس. يا رب يا جماعه عشان انا زهقت. وحته بقى ترانسليشن. حته ترانسليشن. تعالوا نرسم دول الاول. اوكي 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 نيجاتيف 1 واطلع 1 ادي دي الايه. بعد كده نيجاتيف 3 واطلع 3 ادي دي البي. وبعد كده نيجاتيف 4 واطلع 1 ادي دي السي. هي رسمت تريانجولا. عايز يعمل ترانسليشن. الاي داش والبي داش والسي داش. ركز معايا يا صديقي عشان الترانسليشن اكتر حاجه انت بتستصعبها. نيجاتيف 1 بلس 2 وبعد كده 1 بلس 1 تطلع 1 و2 ادي اول واحده. ها يلا الثانيه. نيجاتيف 3 بلس 2 وبعد كده 3 بلس 1 حاضر تطلع نيجاتيف 1 و4. بعد كده ها نيجاتيف 4 بلس 2 وبعد كده 1 بلس 1 تطلع نيجاتيف 2 و2. يلا نرسم مع بعضينا باللون الازرق. 1 و2 1 واطلع 2 ادي كده دي الاي داش. وبعد كده نيجاتيف 1 و4 نيجاتيف 1 واطلع 4 دي البي داش. واخر حاجه نيجاتيف 2 واطلع 2 ادي يا اخواتي السي داش اهي. الترينجل ده ايه طلع فوق كده واتحرك وبقى كام؟ وبقى لفوق خالص. اوكي نشوف اللي بعدها برضو ترانسليشن. يلا نيجاتيف 1 و1 حاضر اهو ادي الاي. وبعد كده 3 واطلع 1 حاضر ادي كده دي البي. واخر حاجه 3 واطلع 4 ادي كده السي. هي وصلتهم ببعض. بعد كده عايز اعمل ترانسليشن يبقى اي داش وبي داش وسي داش. نيجاتيف 1 بلس 1 و1 ماينس 2 تبقى 0 ونيجاتيف 1 ادي اول واحده. ها 3 بلس 1 وكمان 1 ماينس 2 تبقى 4 ونيجاتيف 1. اخر حاجه السي داش 3 ومعاها 1 و4 ومعاها نيجاتيف 2 تبقى 4 و2. يلا نرسم ده باللون البني. 0 ونيجاتيف 1 0 ونيجاتيف 1 ادي كده دي الايه داش. بعد كده 4 ونيجاتيف 1 اهي دي البي داش. واخيرا 4 واطلع 2.
طبعا انت عينك بتزغلل، بتحس ان الايه الحاجات دخلت جوه بعض، بس انا بص انا شايفها واضحه ليه؟ عشان اعملهم بلونين، الازرق نزلناه لتحت كده اهو، بقى ايه؟ بقى دبل داش. يلا ارسم اللي هو مديهولك، نيجاتيف 6 واطلع 1 ادي دي الايه، نيجاتيف 3 و1 ادي كده دي البي، اخر حاجه نيجاتيف 4 واطلع 3 ادي كده دي السي. ده الترينجل اللي هو مديهولك. كده بيقول لك انا عايز اعمل ترانسليشن 5 يونتس ناحيه الرايت. الرايت بوزيتيف، الليفت نيجاتيف، ده بالنسبه للاكس، الاب بوزيتيف والداون نيجاتيف ده بالنسبه للواي. يبقى احنا هنعمل بلس 5 للرقم الاولاني كل مره، يبقى الاي داش ايكوال نيجاتيف 6 بلس 5 و1 تبقى نيجاتيف 1 و1. طب البي داش هناخد الرقم الاولاني اللي هو نيجاتيف 3 نبلصه 5 وبعد كده 1 وبعد كده 1 يبقى 2 و1. اخر حاجه السي هاخد الرقم الاولاني اعمل له بلس 5 يبقى نيجاتيف 4 بلس ال 5 ومعاها كمان ال 3 زي ما هي تبقى 1 و 3. يلا نرسم الثلاث نقط دول. نيجاتيف، نبص تاني، نيجاتيف 5 بلس ال 3. هل احنا غلطنا في حاجه؟ صح. نيجاتيف 4، قول يا مسكاتي ايه الغلطه؟ نيجاتيف 5 بلس 5. صح انا صح. يلا نرسم دول. نيجاتيف 1 و1 ادي دي الاي داش، وبعد كده 2 1 ادي كده دي البي داش، واخر حاجه 1 و3 ادي السي داش. وفعلا يا مستر اتحرك بقى ايه؟ بقى في اليمين خالص. هانت يا اخواتي، هانت. يلا 1 و1 حاضر اهو ايه، 3 1 حاضر 3 1 اهي يبقى دي بي. بعد كده 3 و4 حاضر 3 واطلع 4 اهي السي. بعد كده 1 و4 اهي الدي. الله، رسمنا تريانجولا، رسمنا ريكتانجلولا اللي هو الريكتانجل يعني. عايز اعمل روتيشن اباوت الاوريجن والنيجاتيف 90، هبدل واغير التاني، يعني ايه الكلام ده؟ الاول هبدل يبقى 1 و1 واغير التاني، قشطه عليك. يلا بدل يبقى 1 و3 وغير التاني، حاضر. اللي بعده بدل تبقى 4 و3 وغير التاني، حاضر. الدي هبدل تبقى 4 و1 واغير التاني. نرسم بقى ده بالايه؟ بالموف. 1 ونيجاتيف 1 1 ونيجاتيف 1 ادي كده الاي داش. بعد كده 1 بعد كده 1 ونيجاتيف 3 اهي دي البي داش. بعد كده 4 ونيجاتيف 3 4 وكام؟ 4 ونيجاتيف 3 اهي دي السي داش. واخر حاجه 4 ونيجاتيف 1 ادي الدي داش. انا كده عملت روتيشن، بص ولفت كده اهو بقت ايه؟ او ممكن نلفها كده نيجاتيف 90. يلا ارسم لي الشكل ده تراينجل 3 و4 حاضر ادي دي الايه، 1 و4 1 واطلع 4 زي الفل. وبعد كده 1 و0 1 و0 اهو ده تريانجل اهو. عاوز يعمل روتيشن اباوت الاوريجن، بصوا هغير الاثنين يبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4. طب والبي هيبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. طب والسي هيبقى نيجاتيف 1 و0. يلا نرسم باللون الاخضريكا. نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 اهي دي الايه داش. بعد كده نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4 اهي تبقى دي البي داش. واخر حاجه نيجاتيف 1 و0 اللي هي دي سي داش. وصلناهم ببعض، عملنا روتيشن اباوت الاوريجن وال 180. اخر سؤال يا اصدقائي، لان انا فعلا زهقت وتعبت وقرفت منكم، بحبكم طبعا يا جماعه انا بهزر. نيجاتيف 1 واطلع 2 اهي دي الاي. بعد كده 3 واطلع 1 اهي دي البي. واخر حاجه 0 و4 اهي. صح كده؟ رسمنا الثلاث نقط دول. هو عاوز يعمل روتيشن اباوت الاوريجن، هنعمل ايه؟ هنبدل ونغير الاولاني، صح؟ هنبدل ونغير الاولاني. يبقى 2 وادي نيجاتيف 1 واغير الاولاني. بعد كده ابدل تبقى 1 و3 واغير الاولاني. بعد كده هبدل تبقى 4 و0 وبعد كده اغير الاولاني. مظبوط؟ ابدل واغير الاولاني.
يلا بينا نجيب لون ازرق. يلا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1، ادي كده دي الاي داش. بعد كده نيجاتيف 1 و3، نيجاتيف 1 واطلع 3، دي كده البي داش هيخشوا في بعض. نيجاتيف 4 و0 دي السي داش، اوصل الثلاثه دول ببعض يبقى انا كده عملت ايه؟ روتيشن. اوكي 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 حبيب قلبي، اتمنى اكون ساعدتك وفهمتك كل الافكار بتاعت شابتر 3 يونت 3 بتاعت الجيومتري. اشوفك على خير واستناني في اليونت الاخيره اللي هي يونت 4 بتاعت الاستاتستكس. اشوفك على خير، خد بوسه، باي باي.